هذا المنام أسأل الله أن يحميه، أسأل الله أن يحميه ويشفيه. يعني خير يا شيخ ولا؟ أنا قلت خلينا نتحفظ، إيش رأيك؟ مو بزين على أساس ما صح. نتشائم. يا شيخ أنا دائما أحلم في أحلام عني كلها ثعابين وكلها يعني بصاصيق. المهم يا شيخ أنا دائما أحلم بأحلام النفسي، ومن فترة قريبة طلعت يعني بدأت تطلع علي أعراض، ولكن أنا الحين أبي أفسر حلم الأبوي الله يغفر له وأخوي، يعني أكثر حلمين أحس إني مهتمة لهم أكثر من نفسي. تفضلي ولا يهمك. أمي حلمت في أبوي الله يغفر له، تقول وكأن حنا في بيت خوالك قدام بيتنا، وكأنه جاء الوايد حق الموية، كأنه فتح بايكتنا ودخلوا ناس غريبين علينا في البيت. فتقول كلهم كأنهم يركضون يفتحون الأبواب الغرف يفتشونها. تقول فأمي وواحد من إخواني كانوا في البيت، فأمي مستغربة إن ليش الناس ذولي جايين وأبوي مو موجود في البيت. فأمي قالت له مسكته، قالت أنت وش تبي وليش جاي تفتش في بيتنا؟ قال أنا خايفة منكم. قالت أمي ليش خايفة منا؟ قال بس. فأمي قالت لإخواني إني بدق على أبوكم أعلمه، لأن أبوي كان مسافر مو موجود. قالوا لا تعلمين أبوي بيجينا ومدري إيش، إنه زي لا تقولين له بيخاف علينا. وأمي كلمت أبوي قال إي ذولي بس جايين يسحروني. فمن بكرة كأن أبوي جاء وأمي راحت للمجلس الرجيل، إلا أبوي جالس على كرسي لابس ثوب أخضر. فأمي تقول إن ليش أنت مفصل هذا اللون، ليش لابس الثوب ذا؟ قال أبوي أنا مفصل لي ثوبين نفس الشيء، واحد اللي علي واحد هناك معلق. فأمي راحت للثوب المعلق نفس الشيء لونه أخضر، ولكن خياطته كانت مبعثرة، يعني كان في خيوط طالعة منه. فأمي تقول رحت إلا باب الشارع فاتح، وواحد من إخواني جالس وكأنه شبه عريان، جالس برا في الشارع على كرسي ولابس جزمة سوداء وكان يحك رجله، وهو في الواقع رجله كانت مكسورة. فقالت لأمي رجلك للحين تعورك؟ قال لا. قالت أمي ادخل داخل، ليش أنت جالس برا؟ وبس. ما شاء الله عليك، حفظ صم غيب. هذا الحلم لمين؟ إيه لأن أمي حالمته في أبوي، وأبوي توه متوفي. كم صار لم توفى؟ صار له 9 شهور. شكرا. أول شيء أسأل الله العظيم رحمن الدنيا ورحيمها أن ييمن كتابه وييسر حسابه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يربط على قلوبكم، وأن يغفر له، وأن يتجاوز عنه، وأن يصلح شأنكم من بعده. الوالد مات مبطون بالباطنية؟ لا أبوي كان عنده عملية في القلب، في الشرايين. فيوم كان على أساس إنه عملية فتح صدر، فقبل ما يسوون العملية أبوي جاه جلطة، فخلوه تحت الانتظار وتوفى. الله يغفر له ويحسن إليه. فيه كثير علماء عندنا، عشان كذا سألت في الباطنية، هو واضح إنه من القلب. أسأل الله أن يكون من الشهداء، أسأل الله أن يكون من الشهداء. كثير من علماءنا الحمد لله رب العالمين تكلموا عن هذا الموضوع وباستشارة أطباء قالوا أنه يدرج القلب، يدرج من ضمن الباطنة، لأنه في داخل القفص الصدري من ضمن الباطنة، يعني البطن وما حوى، البطن وما حوى. فيعتبر أسأل الله أن يكون من الشهداء، أسأل الله أن يكون من الشهداء. خليني أسأل، في أحد من أولاده أو الولد الكبير أو اللي صار الولي، من اللي صار ولي بعد الوالد؟ أخوي الكبير. كيف أموره؟ عنده مشاكل أو تعثرات؟ لا الحمد لله أموره تمام، ما عنده أي تعثرات أبدا؟ أي الحمد لله. بس أخوي اللي أمي كانت شايفته برا، إيه؟ يعني من أخوي الأوسط، يعني مو بالكبير، وهو أي عنده مشاكل هو؟ أي أخوي أي. مسجون الآن. أيوة. طيب عشان كذا أنا سألت إنه في واحد عنده تعثر، لأنه واضح إن في واحد من أبناء هذا الرجل عنده تعثر، عنده تعثر. إيه لأن أبوي كان دائما يفكر فيه قبل ما يتوفى، وكان يعني حزين عليه. أسأل الله أن يغفر له. شوفي يا بنتي، أول شيء تطمني، الرؤيا فيها عدة بشارات. البشارة الأولى أن الوالد على خير، وأسأل الله أن يكون من يلبسون الأخضر السندس.
اسال الله ان يغفر له ويتجاوز عنه. هو من اهل الخير، هو من اهل الخير لا شك في هذا المنام، جدا بشاره الله، لا تقلقون عليه، عند رحمن الدنيا ورحيمه. بالنسبه للاخ اللي عنده مشكله وعنده تعثر، اللي كان هو جالس عند الباب وكان يحك قدمه وقالت له ادخل، والوالد يقول انا عندي ثوبين، واحد مضبوط علي والثاني معلقه ولكنه متفكك، يعني مو بنفس الخياطه. صحيح. هذا هو الولد، هذا هو الولد. اسال الله ان يكون التفكك هذا اللي فيه راح ينتهي تماما، او المشكله اللي وقع فيها راح تنتهي تماما، وراح نشوفه عاري. هذا يدل على بمشيئه الله سبحانه وتعالى على انه راح يخرج تماما من جميع الاشياء اللي كان يمر فيها. فربما يكون مر ببعض الظروف، بعض الاتعاب، بعض المشاكل، ايا كانت مشاكله اللي خلته يدخل الى المرحله هذه في السجن. اسال الله ان يكون هذا الامر خير له، وراح تتغير احواله باذن المولى سبحانه وتعالى، وان شاء الله تشوفون استقرار حاله وتشوفونه قريب جدا بينكم. الحلم الثاني يا شيخ في اخوي هذا، حلمت انه هو ولد عمي. الموقوف. أيوه. نعم. أيوه. هو ولد عمي كلهم نفس الاسم، كأنهم طالعين من السجن وكأنهم بيحضرون زواج، وأنا كنت أقول لهم أن ليش أنتم طلعتوا؟ قالوا ولد عمي أني أنا بنحضر الزواج وبعدها بنرجع، وأنا كنت أضم أخوي وكنت أبكي كأني مشتاقة له وهو ساكت بس. أنت عمرك 25 أو أكثر؟ 24. تزوجتي ولا لسه؟ لا، بس ولد عمي في الواقع متوفي قبل 9 شهور. إيه ما يخالف، اللي كان يسلم عليك يضمك أخوك أنتي. إيه. تقدرين تعطيني الاسم ولا تحفظين عليه؟ إيه عادي، اسمه سعد. سعد؟ إيه كلهم اثنين اسمهم سعد. إيه خلاص أنا سألت عن هذا، أنت قلتي نفس الاسم معناته إنه معروف. طيب لا تفكرين إني غبي، تراني أذكى منك. طبعا أكيد. إيه ما تقعدون تسوون عليه حبة وربع أساس إنه أنت جامعية وأنا عندي 3 ابتدائي. لا والله يا شيخ، بس أنا مرة خايفة ومتوترة أول مرة. لا تتوترين والله إنها كلها بشاير. هذا خاطب قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك خروج من السجن لأن اسم سعد في المنام يدل على سعادة وعلى شيء طيب ويضم، هذا يدل على أنه أنت راح تتزوجين وراح تسعدين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني يدل على أنه راح يخرج من السجن طالما أنه هذا المتوفى طلع في أمور عندكم متعسرة وأنتم قد يئستوا منها، في أشياء قد يئستوا منها. صحيح؟ صحيح. وكأنها متعثرة ومستحيلة تستقر. هذا خروج المتوفى ويخرج مع أخوك من المكان هذا ويجون يحضرون في مكان واحد ويرجعون، هذا دليل على أنه أخوك راح يطلع، راح يستقر، راح تتزوجين. أسأل الله أن يكون والد من أهل الخير. اللهم لك. يعني كل المنامات حلوة وجدا جميلة، يعني المفروض هذه تحطين عليها شوية شوكولاتة وتاكل من حلال. تهمني الضحكة هذه والله العظيم، أنا تهمني الضحكة هذه لأنه أنا جربت فقد الأب غالي جدا لو كان عمره حتى 200 سنة. الأب غالي والأم غالية، عشان كذا نقول يا شباب الحقوا على أعماركم. اللي عنده أم وعنده أب في البيت يقبل إيديه ويقبل رجوله ويحمد الله أن أبوه موجود، واللي توفى أبوه برضو يحمد الله سبحانه وتعالى أن أبوه توفى وهو على خير وعلى من أهل الصلاح ومن المحبوبين في المجتمع، ثم تقدرون تبررون فيهم كأنهم موجودين وكأنهم أحياء. أتصدق عنهم، أزور اللي كانوا يزورونه، أحب اللي كانوا يحبونه، ألف قلوبنا في البيت، أكون شخص إيجابي. والميت خلاص أصلا هو ترى على فكرة إحنا نحسب أن الموت هذا أنه خلاص آخر مراحل كل شيء. تدرين أن هذا الموت هذا أنه هو بداية مرحلة جديدة وجميلة جدا. الوالد يبشر بخير، نسأل الله أن يكون من الجنة، في أفضل له وأحلى آلاف المرات من فتح الصدر وإعطائها أدوية واستمراره على بلاء حتى ما أدري متى يوصل، وبعدين راح يتوفى مرة ثانية. يعني ما راح يستمر في الحياة. فالحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء لطف، احمد الله وعيش حياتك، نسأل الله أن يغفر له ويسكنه في الجنة. اللهم آمين. يا شيخ أنا عندي سؤال بسيط. اسألي. أنا قبل دائما أحلم بحرمة وبناتها في شيء مو كويس، يعني بثعابين، بأي شيء، يعني أي شيء سيء عن هذه يعني الحرمة. تشوفين فيهم هم تشوفينهم؟ لا هم يسوون لي. يعني تشوفين حرمة وبناتها يسوون لك أنت شيء؟ أيوه. علاقتكم معها جيدة ولا ما هي بجيدة؟ جيدة، بس ما أدري وش السبب، يعني ما أدري وش وراء القلوب، يعني ما أدري. ما يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن احنا ما نسيء الظن. دائما تقولين اللهم اكفني شر فلانة إن كان فيها شر، اللهم اكفني شرها وشر بناتها بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير، واحسن الظن واستعيذ بالله من شرهم. هذه كلها تلاعب من الشياطين ومحاولة إيقاع ما بينكم وبين الناس حتى توسوسون فيهم وتبدأ تفكك الأسرية وتفكك الصداقات.
لا بس يا شيخ أنا بادية تطلع لي أعراض، يعني أنا قبل شفت لك كانت بنت طالعة معك وكنت تقول لها أعراض العين والحسد، إن كان معظمها أو أغلبها كان فيني، كنت أحس فيه. خذي من اثرهم اذا جو البيت، خذي من اثرهم واغتسلي فيه، وكل ما جو اقل شيء مرتين 3 مرات ما واغتسلي فيه. يجون. لو ما يجوك خلاص دائما استعيذي بالله من شرهم وشر اذاهم ان كان قد وقع اذى، وجيبي انت ماء، اقرأي على الفاتحه والمعوذتين والكافرون والاخلاص وبعض ايات العين واشربي منه شوي واغتسلي بالباقي، وكرري مرتين آه، 3 مرات تزول باذن الله اذا كان في عين. طيب أنا بادية تطلع لي قبل فترة زي الدوائر في بطن الرجل وأنتم كرامة، كرمتي. ودوائر حمراء ومعها حرارة لدرجة إني أحيانا ما أقدر أمشي. روحي تاكدي طبيا في شيء ولا ما في، لانه احيانا متأكدة طبيا إن ما في شيء، لأن هذا الشيء يوقف إذا أنا رقيت على نفسي. اذا قرأتي راح. راح، وإذا طيب آخر يوم في الرقية في 7 يوم يرجع. طيب ورحت واعتمرت قريب قبل يمكن 3 أسابيع، رحت المكة وقف. طلعنا آه من مكة رحنا حجمتي. لا، طلعنا من مكة رحنا منطقة قريبة لمكة، إيه؟ طلعت لي نفس الشيء. رجعنا لبيتنا طلعت لي، وكان الشيء هذا يعني ما يتكرر ويكثر في رجلي إلا إلين أنزل عند أهلي وأتجمع مع أهلي. طيب طبقي الرقية اللي بقول عليها الآن وادخلي على السناب شات عندي. أنت تابعين في السناب ولا ما تابعين؟ أيوة أتابع. طيب أنا نزلت مقطع أنا الآن يا توي. شيخ ما حملت جاك ولا عشانك. الله يسعدك، والله إن هذا شرف لي، الله يغفر لأبوك، قولي آمين. آمين يا رب آمين. طيب شوفي ادخلي على السناب الحين، أنا نزلت مقطع وراح تسمعينه طبقي، وبعد ما تطبقينه 3 أيام 4 أيام سوي حجامة مباشرة على ظهر القدم وبجنب الركب وعلى الأخذعين، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى كل الحرارة وكل المشاكل هذه تروح. إذا ما راحت أو حتى لو راحت افترضنا، جيبي زيت زيتون اقرأي عليه نفس الرقية اللي أنا نزلتها الآن. هذه نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى اللي يجوهم خطاب يروحون ما يدرون ايش الأسباب، لربما تكون عين أو حسد أو سحر، لعلها تنفع الرقية اللي أنا نزلتها لكم الآن. ارقي وحجمي واستمري دهان زيت الزيتون الجبين ومنطقة السرة وبطون الأقدام أو القدم كاملا، ادهنيه بزيت زيتون والبسي شراب خفيف واستمري بهذا الحال، وراح تشوفين العافية بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا راح تتكرر أبدا، وخاصة إذا حجم. طيب يا شيخ، هل الرقية لها أيام معددة ولا مفتوح؟ إلى الرقية لازم تقرأينها في أيام تكون ما هي موجودة في أيامنا، تشوفي لك أيام غير السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، دوري لك يوم غير الأسماء هذه. كيف يعني؟ يعني احنا نرقي السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الربع والخميس والجمعة، أنت اختاري أي يوم غير الأيام هذه، غير الأيام هذه، الأيام هذه ما تنفع ترقين فيها. غير أيام إيش؟ والله لا أتوهج إلين تمشين كأنك حصيني، تدورين ما تدرين وين تروحين، ذيل الحصيني أطول من راسه. أنا حصيني فعلا. إيه أنا عارف أنت الحين والله العظيم. شوفي أنا من الناس اللي أتعاطف جدا مع اللي تو أبوها وأمها ميتين، عشان كذا أنا والله مستحيل تنزلين من القسط، والله لا تقعدين شهر ما تنزلين، شهر كامل ما تنزلين. بس بقول الله شيء، يسلمك. أي بس بقول شيء، أنت قلتي تنفع في أي يوم ولا تنفع في أي يوم؟ أقصد يعني لا، أقصد يا شيخ إن لها فترة يعني 7 أيام وأوقف، ولا عادي يعني فترتها إيه لا مفتوحة؟ لا لا لا، إذا زدتي على 7 أيام أخاف تقلب تصير حموضة في المعدة. والله العظيم ما أستهبل. أنا اللي قاعد أستهبل مو بنتي. طيب أنا صادقة، لأني أنا قبل كنت أقرأ وأنا رقية صادق 7 أيام وأنا صادق وأوقف، إيه وإذا وأنا شفت صادق. إن إذا رقيت النتيجة رجعت. شوفي اسمعيني الله يرضى عليك، الحين أفصل عليك آخر تقلبين من حصيني إلى نملة. الحين أنت تقولين 7 أيام بعدين أوقف، وأنا أقول لكم لا. حتى وحدة مرة تقول لي، قلت لها اقرأي الفاتحة، قالت كم مرة؟ قلت لها أكثر من مرة، اقرأي قد ما تستطيعي. قالت يعني عادي لو قريتها 6 7 مرات؟ قلت لا 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 مشكلة، إذا قريتها 9 مرات تصيرين حربة، تنقلبين حربة. وش ذا الحكي؟ اقرأي الرقية الشرعية استمري فيها 2 3 أسبوع شهر عادي. إذا وقفتي مثلا بعد 7 أيام 2 3 أيام مثلا تريحين وترتاحين، تحسين إنه أنت ما أنت برقية ولا شيء، بعدين ترجعين تقرأين مرة ثانية وكذا كذا حتى تستقر أحوالك تماما، تحسين أنت بخير ما فيش العافية، وبعدين تصير الرقية في كل شهر مرة. أما الأذكار الصباحية والمسائية هذه لا تفرطون فيها أبدا طول حياتكم حتى تموتون. واضح؟ واضح يا شيخ. شكرا تبغين تقولين لك. شيء ولا خلصتي؟ أبد سلامتك. استودعك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا حلمت بلاعب المنتخب فهد المولد شبه الله،
إنه لابس يعني ثوب أبيض جميل وشماغ أبيض، وكان مبتسم بين أصحابه يعني. الله المستعان. بس هذا الحين إن شاء الله. إيه أنا عارف إنه هذا هو. والله إذا يهمك الأمر بفسره بتلميح، فإذا ما يهمك خلاص خلينا نتحفظ عليه ونقول أسأل الله أن يحميه أفضل. إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله أن يحميه، أسأل الله أن يحميه. أنا أعرف بإصابته، أنا أعرف أصيب، وهذا المنام أسأل الله أن يحميه، أسأل الله أن يحميه ويشفيه. يعني خير يا شيخ ولا؟ أنا قلت خلينا نتحفظ، إيش رأيك؟ مو بزين على أساس ما نتشائم يعني. صحيح. إي نعم. عندك شيء ثاني؟ لا جزاك الله خير. اتحادية أنت؟ إيه صحيح. طيب دوبكم منهزمين قبل كم يوم، وأنا للأسف الشديد إني قاعد أقول بتفوزون آخر شيء خيبت. عادي متعودين، تعودنا خلاص. يلا إن شاء الله المرة الثانية هارد لك، استودعك الله. يعطيك العافية. لحظة معلش، في واحدة هنا أم يوسف تقول يعني اللي لابس أبيض في أبيض هذا يخاف عليه. لا، ما هو على كل حال. تفسير رؤية لشخص لا يعني تفسير رؤية لكل الأشخاص، حسب الحال وحسب الوضع وحسب الحاجة وحسب نعم حسب الحالة تحديدا. فأنا أعرف حالة فهد، أسأل الله أن يشافيه حي قيوم، ولا تعتبر سيئة له، أسأل الله أن تكون شفاء له وتشوفونه قريب يطلع من المستشفى إن شاء الله إن شاء الله.